وليد. وليد. الو. وليد محمد. الو. وليد محمد، اتفضل. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. اتفضل. بقول لحضرتك انا حاولت اتصل المره اللي فاتت، انا مش عارف انتوا الحلقه المره دي تقريبا عن صله الرحم. عن صله الرحم، صح كده؟ ايوه، علي صوتك يا وليد شويه لو سمحت. من الحلقه اللي فاتت، تمام؟ ايوه تمام. حاولت اتصل كتير بس يعني الحمد لله ربنا اكرمني المره دي. انا عاوز اسال سؤال خارج الحلقه شويه. اتفضل. هل ممكن؟ اتفضل يا استاذ وليد. ماشي. سيدنا الشيخ، دلوقتي انا دلوقتي حضرتك شغال في مستشفى في اداره، تمام؟ نعم. تمام، اتفضل. بيحصل عندنا ان في مثلا ناس عندهم فشل كلوي فبيطلبوا متبرعين. ففي متبرع انا اعرفه، جبته يعني واتبرع للراجل اللي كان عايز الكليه، تمام كده؟ تمام. وبعد ما يعني تمت العمليه فجه مثلا بمبلغ كده، راح جاي ايه مديهولي. فهل ده يجوز حلال يعني ولا ايه بقى؟ طب ماشي يا استاذ وليد. سماحه نيه، مديهولي سماحه نيه وانا ما طلبتش. تمام يا استاذ وليد، شكرا لاتصالك. هو بيقول ان هو بس قبل ما نحفي فخ كبير. اتفضل. أكيد طبعا هذا الأمر لا بد من التنسيق والترتيب مع الهيئات المعنية في وزارة الصحة وفي غيرها. حتى لا ندخل في مسألة المتاجرة بالأعضاء ونحو يعني ذلك. الفلوس اللي هو اداها له، اللي خدها دي، ما احنا بنقول حلال ولا حرام؟ بنأكد على النقطة الأولى. تمام. علشان بس ما نخشش في قصص كثيرة. بنقول أكيد هذا الأمر لا بد وأن يتم بالترتيب والتنسيق وبعلم الجهات المعنية وما إلى ذلك، حتى لا تؤدي الأمور إلى كوارث ونحو ذلك. تمام. أما بالنسبة له هو، يعني هو ساعد مثلا هذا الإنسان أو عاون هذا الإنسان، فهذا الإنسان بعد أن شفاه الله ونحو ذلك، هو دائما الإنسان لما بيكون في المرض ونحو ذلك هو واخدها كده زي مكافأة، زي مكافأة ليه. فالواحد لما يعني بيبدأ إن هو لو أي حد أعان ونحو ذلك، بتلاقيه اللي هو أول ما يبرأ من هذا المرض وتعود إليه عافيته، بيفكر إن إزاي أكافئ كل من ساعدني، كل اللي وقف معايا. نعم. في هذا فإذا كان هو والله تبرع له وأعطاه هذا المال على سبيل الهدية والمكافأة ونحو ذلك، نية جدا وبسماحة نية. أكيد هذه يعني هذا شيء من الأمور التي ينبغي أن تكون فيما بيننا. مش شرط يعني أنه في هذا الأمر ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا. جميل. وتصافحوا تذهب البغضاء ويذهب الشحناء ونحو ذلك. جميل. فبنقول أكيد بعد كل الأمور القواعد اللي احنا وضعناها في الأول، هذا المال لو جاء مش اللي هو ابتزوا أو أنه كما يحصل مع بعض الأشخاص، إنما هو جاء له قال له أنت أكرمتني وساعدتني ونحو ذلك، هذا المال هدية لك أو مكافأة لك أو ردا للجميل ونحو ذلك، فهذا يأخذه ولا شيء عليه. جميل جدا. طب